بالنسبة للمقطم، الأنبا أبانوب كان بيخدم مرسوم هناك بقاله حوالي 10 سنين، 10 سنين وشوية. وخلال 10 سنين ظهرت بعض ضعفات وخلافات بينه وبين أباء كهنة. قعدت وياه كتير ونصحت كتير واتكلمت كتير وعملنا لجان عشان تساعد في العمل هناك، لكن الحقيقة لم تكن الاستجابة 100%. واللجان اتعملت وما زال لغاية النهاردة في لجان بتشتغل هناك. وبعدين مؤخرا ظهرت شوية ضعفات وتجاوزات، طبعا مش من المناسب ان انا اقول ايه هي بالظبط. فتم تحقيق وياه. في نهاية التحقيق هو قدم استقالة، لا إجبار ولا ضغط ولا أي حاجة. ليه؟ قال أنا بفضل عيشة المغارة وعيشة الرهبنة والوحدة في الدير. فقدم استقالة مكتوبة بخط إيديه، وكتب هو بخط إيديه كده بسبب ظروفي الصحية، وقدم الاستقالة وطلب، اختار أن يعود إلى ديره دون إجبار من أحد، محدش أجبره خالص. والاستقالة ده هي تحت الدراسة، والاستقالة دي لازم هقابل الآباء الكهنة في المقطم، أقعد وياهم وأشوف الموضوع إيه. وبكل يقين نحن نعمل من أجل صالح الشعب ومن أجل صالح الخدمة بكل يقين.